محافظة البحيرة في عام 1994. كانت واحد الدار ديال واحد العائلة بسيطة، الحالة ديالهم بحال الحالة ديال بزاف ديال الناس اللي حداهم. عائلة مكونة من أب وأم وثلاثة ديال الأولاد، ساكنين في دار مناوها بيديهم، يعني دارهم عبارة عن بناء عشوائي، ما كانش عندهم حتى الواد الحار. هادشي علاش كان كل دار عندهم بير محفور في الأرض قدام الباب ديالها. هاد البير كان مخصص للصرف الصحي أعزكم الله، وكان مغطي بواحد الغطاء خرساني كبير، ويوميا كتجي شاحنة ديال البلدية كتخويه. كاع الديور كانوا تحت هذا النظام وكانوا بحال وحتى الدروج كانوا مصنوعين من السيما بواحد الطريقه بدائيه. المهم هاد العائله البسيطه اللي كانت ساكنه في الدار كانت عايشه على قد الحال وما كتخالطش بزاف. الاب كان قادر يخدم على عائلته وعايشين على قد الحال. الاب كان الاسم ديالو محمد وكانت عنده 58 عام، كان خدام مزيان وصحته مزيانه. واحد النهار جات واحد السيده للحي وبغات تشري من عندهم الشقه اللي في السفلي بواحد الثمن اللي رخيص. الاب محمد وافق وقال لمرته وعائلته بلي هاد الفلوس غادي يعاونوهم شويه في المصاري. هاد المره اللي جات الاسم ديالها ساميه، عاشت معاهم في الدار، كانت مطلقه وكان عندها ولدها صغير سميتو مصطفى، عنده يلا 6 سنين. مع الوقت مصطفى تعرف على الدراري ديال الحومه ولا كيلعب معاهم ديما. بنت محمد اللي هو مول الدار الاسم ديالها ورده، وهي البنت الوسطانيه عنده في ولادو. ملي كانت كتكون راجعه من الخدمه كانت ديما كتشوف مصطفى في الزنقه، كتوقف تلعب معاه شويه تضحك معاه وكتجيب ليه معاها مره الحلوى. الحياه كانت غاده عاديه ما بين العائله ديال محمد والجاره الجديده ساميه، حتى لواحد النهار ساميه ناضت بغات توصل للزربيه ديالها وتنشرها في السطح، وطبعا الزربيه كانت ثقيله بالماء، تقطع السلك ديال الحوايج. ملي شافت ورده البنت الوسطانيه داكشي تقلقات وعيطات على ساميه. من هنا بدات المشكله، كل وحده بدات كترد على الاخرى حتى وصلوا للسب اقبح الكلمات. ورده تعصبات بزاف وقالت شي هضره اللي خايبه لدرجه انها بغات تخرج تضربها، ولكن المهم منعتها وزدات عليها الباب حتى يبردوا يبدلوا بساعه بخرى. الجاره ساميه ما بغاتش تسكت، فما واش كيقول. من بعد صافي كلشي سكت، الموضوع سالا هكا. ورده فاقت الصباح كيف العاده، لبسات حوايجها مشات للخدمه، والنهار دايز عادي جدا. كملات الخدمه ديالها، شرات شي حوايج لخواتاتها وراجعه للدار. تصادف انه ساميه كانت خارجه وراجعه في نفس الوقت. ورده في ديك الساعه ملي وصلت لباب دارهم كتسمع واحد الصوت كيقول لها اجي لهنا ديك البروشه، وهي تشدها من شعرها كتقول لها سبيتيني البارح اجي نتفاهموا. وبداو كيتدابزوا مع بعضياتهم، ولكن هاد المره بداو كيتضاربوا كل وحده بيديها. الحوايج اللي كانوا في يديهم طاحوا في الارض، الغوت ديالهم بدا كيتسمع حتى الزنقه. مصطفى ولد ساميه كان واقف كيشوف كلشي اللي كيوقع. اول مره كيشوف مو كتاكل في العصا، ناض كيجرب شا شد ورده من حوايجها من اللور، بقى كيجر فيها باش تبعد على مو. ومع الصداع والمضاربه والغوت مع الجاره، ورده هزات رجليها وهي تركن الولد الصغير مصطفى بالجهد. الولد طاح على الدروج وبقى كيتكركب حتى وصل للخر وطاح في الحافه اللي كانت مغطيه البير. الضربه كانت قاصحه بزاف في راسو، للاسف ما قدرش يتحمل الضربه ومات. من هنا كلشي تبدل، الولد الصغير مات في لحظه غضب، والبنت الصغيره في ثواني ولات قاتله، والام تحرق قلبها على ولدها الوحيد. ورده تشدات ومشات للمحكمه الجنائيه. والمشكله هنا هو انه عائله ديال ورده ما كان حتى واحد فيهم سول عليها ولا تبعها ولا جابوا ليها محامي. ما عرفتش انا الصراحه السبب علاش. فالمحكمه عينات ليها محامي باش يدافع عليها، وبسبب انه المحامي ديال الضحيه ورك على ورده وعدم وجود ادله كافيه، والبعض من الجيران شهدوا باللي ورده هي اللي تبدا تصداع، هي اللي بغات تخرج تسلخ النهار الاول على ود السلك ديال الحوايج. ورده محمد تحكم عليها بالسجن المؤبد لمده ديال 25 عام و5 سنوات ديال المراقبه الصارمه. هذه من بعد ما تسالي العقوبه ديالها ديال 25 عام. دخلت للحبس وهي مازال صغيره في البدايه ديال الحياه ديالها، كان عندها 18 عام ونص ملي وقعت الحادثه. ساميه ام مصطفى الضحيه حسات باللي مازال ما بردتش الحال على ولدها، فمشات للدار ديال محمد وهدداته هو ومرته وولادو. كانت بحال شي حمقى في كلامها، وتهديداتها وصلت لواحد الدرجه مخيفه. محمد خاف على ولادو من شرها، فقرر انه يبعد ويخوي الدار. ناض بعد الدار وخدا مراته وولادو ومشى. اما ورده فكانت في الحبس في حاله سيئه، ما كان حتى شي واحد كيسول عليها ولا كيزورها، حتى واحد ما كان كيجي عندها. للاسف ولات خدامه عند الحباسات الاخرين، كتوصل لهم حوايجهم، كتقضي لهم غرضاتهم، حيت كانت اصغر منهم وما كانتش منحرفه ولا عندها علاقه بالبلطجه. المسجونات استغلوها وهي كانت كتستجب لهم وكتخدمهم. تجربه الحبس كانت اصعب مرحله في الحياه ديال ورده، وعاشتها بصعوبه كبيره وما فهمتش كيفاش تقلبت حياتها راسا على عقب. وحيت كانت داخله سوق راسها ما عادات من المشاكل والتزمت بالقوانين ديال السجن. الحمد لله خرجت من بعد 21 عام بسبب حسن السلوك، وهي تعانق الحريه عام 2015، ولكن كانت عندها 39 سنه. احسن ايام حياتها ضاعوا في الحبس، وخرجت وما عارفاش منين تبدا ولا فين غتمشي. حتى عائلتها ما كانت عارفه عليهم والو. ولكن ورده ما تسناتش، مشات نيشان الحي اللي كانت ساكنه فيه. غير وصلات حست بالغربه، حيت المكان تبدل عليها بزاف. 21 عام داز، كانوا بزاف ديال الديور اللي تهدموا وتبناو بلاصتهم عمارات كبار. وصلت بصعوبه للزنقه اللي كانت ساكنه فيها، وتفاجات ملي ما لقاتش اصلا الدار ديالهم، يعني كانت تريبات. بالصدفه شافت واحد المراه اللي كانت صاحبتها من زمان وكانوا كيعرفوا بعضياتهم مزيان، وقالت لها صاحبتها اللي العائله ديالها باعوا الدار ورحلوا هذه مده طويله. حكات لها كلشي وقالت لها حتى هي بلي راه تزوجات وساكنه في نفس الحي وعندها وليدات. ورده كانت كتسمع الكلام ديال صاحبتها
صاحبتها وهي في حاله صدمه، وعقلها ما قدرش يستوعب كاع الكلام اللي كانت كتسمعو منها. ورده قررت انها غادا تمشي، ولكن قبل ما تمشي طلبات صاحبتها الا وصلت شي معلومه على العائله ديالها تعلمها. خدات النمره ديال صاحبتها باش تقدر تهضر معها مره وتعرف منها الا كان شي جديد على العائله ديالها. مشات مخلوعه وما عارفه ما دير، وجلست في واحد الجرده كان عندها غير لاكارت ديالها وواحد الخاتم وشي زواج كانت لابساهم نهار تشدات، والفلوس اللي خداتهم وهي خارجه من الحبس. وحيت كانت عيانه بزاف باتت تحت واحد الشجره. الغد ليه ناضت مشات للمحل ديال الذهب، باعت الخاتم والزواج اللي كانوا عندها، ومشات كتقلب على شي بيت تكري فين ما كان. بالصدفه شافت واحد الراجل كبير وسولاتو الا كان كيعرف شي واحد باغي يكري شي بيت. سمع القصه ديالها وبقات فيه، جرها قال لها بلي راه عنده بيت تحت الدروج في العماره، وهكذا الحمد لله لقات فين تسكن. ودوك الفلوس باش باعت ذهبها ما بغاش ياخذهم من عندها، قال لها صرفي بهم، وكان كل مره كيسول عليها وكيجيب ليها الماكله. من بعد ايام قليله جا لعندها وقال لها عندي لك اخبار زوينه، لقى لها خدمه في دار ناس مزيانين باش تخدم عندهم وتعاونهم في الدار. فرحات بزاف ومشات لعندهم، تلاقات مع مالين الدار، خداو البطاقه ديالها، غير هي ما قالتش لهم باللي راه يلاه خارجه من الحبس. مالين الدار ارتاحوا لها من اول مره شافوها وما سولوها على والو. خدمات عندهم، سكنات معاهم، كانوا كيتكلفوا لها بالمصاريف ديالها كاملين، وكانت كتاخذ الاجره مزيانه. الدراري بغاوها بزاف وتعلقوا بها حيت كانت كتعاملهم بحنان وحب. عاشت معاهم لمده ديال 3 سنين، كانوا من احسن السنين في حياتها كامله. كانت وفيه ليهم وكتعامل معاهم بحال الماء قليل، والاجره ديالها كتبقى لها كامله. واحد النهار بالصدفه كتلاقى مع واحد السيد كان صاحب خوها في الصغر، وقدروا يتعرفوا على بعضياتهم. بعد ما سلمت عليه سولاتو واش عارف شي حاجه على خوها ولا عائلته. تفاجئ بكلامه وقال لها بلي باها وامها توفاو هذه مده طويله، واختها تزوجات وخوها تزوج، وحتى هو راه مسافر لواحد البلاد عربيه. كلامه نزل عليها بحال شي صاعقه، وبقات كتبكي على الموت ديال والديها. طلبات منه النمره ديال خوها الا كانت عنده، الحمد لله كانت عنده النمره وعطاها لها. مشات ديك الليله وهي محطمه ومنهاره. في النهار التالي عيطات النمره اللي خدات وجاوبها خوها، قالت لي بلي انا اختك ورده وشنو وقع ليا، حتى كتفاجئ برده الفعل ديالو بحال ما كانش مهتم بها نهائيا. بدا كيقول لها بلي عندها واحد الحصه في الدار مني باعوها وحسب لها نصيبها. خونا نيشان مشى جبد لها الورث. ورده كانت كتسمع ليه وما فاهماش علاش كيقول لها هذا الشيء هذا. ختم الهضره ديالو قال لها راه فلوسك قضيت بهم انايا شي غرضات وهذه، وراه ما عنديش المبلغ كامل، ولكن غادي نقدر نصيفطك واحد 10000 جنيه. ويقطع عليها، بقات مصدومه، عقلها وقف، ما قدرتش تفكر. السؤال اللي ما قدرتش تلقى ليه جواب هو شنو درت باش يوقع لي هذا الشيء كامل. من بعد واحد السيمانه فاقت من الصدمه ديالها، قدرت انها تتغلب على اي ازمه، وبقات مخبيه على موالين الدار اللي كانت كتخدم فيهم داكشي اللي داز عليها كامل. واحد النهار قررت انها تمشي عند صاحبتها اللي مازال ساكنه في نفس الحي اللي كبرات فيه. قبل ما تمشي مشات شرات بزاف ديال الهدايا والحلويات لولاد صاحبتها، حيت كانت محتاجه تحس بداك الاحساس ديال العائله والحباب. ورده كانت غادا تزور صاحبتها باش تعوض الحرمان ديالها من خوتها. خدات نهار من الخدمه وشدات الطريق. فاش وصلات كتفاجئ بالسلوك ديال الراجل صاحبتها. اول مره شافها وعرف شكون هي اعتذر وخرج من الدار بالزربه. ورده ما ركزاتش على التصرف ديالو، قالت مع راسها اكيد عنده شي حاجه مهمه. وصل الهضره والضحك ديال ورده وصاحبتها، يتحل الباب ديال الشقه، دخل الراجل وجايب معاه البوليس. سولوه فين هي ورده، شدوها هبطوها معاهم. ورده كانت غادا تموت بالخلع، سولاتهم علاش شادينا. جاوبها واحد فيهم قال لها غادي تعرفي في القسم قال لها واحد الضابط هذه اكثر من 3 سنين وانت كتهربي من المراقبه الاجباريه اللي محكوم عليك بها. بدات كتشرح لي شنو وقع لها نهار خرجت من الحبس، وبلي ما كانش عندها فين تسكن وخدمات غير عند عباد الله. ولكن كلامها ما غير والو، حيت ما كانش عندها اي عذر بالجهل بالقانون. كان خاصها تمشي للقسم اللي تابع ليه وتخبرهم بتغيير العنوان ديالها. كلام وكيل العام صدم ورده وخلاها في وضعيه صعيبه. تحبسات وتحولت ديريكت للمحكمه، تحكم عليها بالتهرب من المراقبه المشدده، وصدر في حقها حكم بالحبس 5 سنوات في عام 2018 على خرق قانون فتره المراقبه، يعني الفتره اللي هربات فيها من المراقبه وهي برا الحبس. ورده الحاله النفسيه ديالها وصلت للاخر، ما بقاتش قادره تهضر لمده طويله، طاحت في انهيار نفسي وفقدت الثقه في اي واحد. قضات العقوبه ديالها في عزله تامه في الحبس. من بعد ما دازوا 5 سنين خرجت من الحبس في 2023 وهي في عمر كبير، كانت في اواخر الاربعينيات. ورده ما بقى عندها حتى امل في حتى حاجه وفقدت الثقه في جميع الناس. قبل ما تخرج عرفت باللي كاينين جمعيات يهتموا بالسجناء وعائلاتهم، فمشات لوحده من هذه الجمعيات اللي مختصه في حالات بحال ديالها، عطاتهم الملف ديالها وحكات القصه ديالها للمسؤول، وفروا لها الدعم والرعايه النفسيه، عطاوها السكن، خدمه ورعايه صحيه. ولكن للاسف كانت عندها بزاف ديال المشاكل النفسيه، وكانت كتعاني من اضطرابات نفسيه وتشنجات عصبيه، وبسببهم بدات كتاخذ المهدئات. حتى لهذه اللحظه ما عرفتش كيفاش تتجاوز مرحله ديال الصدمه، وكتعيش مخبيه داخل جدران البيت ديالها. الايام كدوز بلا ما تحس بهم. للاسف قصه محزنه كيفاش لحظه غضب غير مدروسه تخليك تخسر حياتك وحبابك في مره. كنتمنى من الجميع الدعاء لورده، الله يرحمها ويعوضها في الدنيا قبل الاخره ان شاء الله. وتسناو القصه الجايه غادي تعجبكم بزاف ان شاء الله.